يكفي أبا بكر فخار أنه في هجرة المختار ضلال. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فأنت لها ربي ولكل كرب عظيم، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد، مبايعة أبو بكر الصديق بالخلافة. توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة في دار عائشة رضي الله عنها، فأحدثت وفاته صدمة عنيفة فاجأت المسلمين عامة. فأقبل أبو بكر الصديق ونزل بباب المسجد ودخل بيت عائشة، وكشف عن وجه رسول الله وجثى عليه يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك قد ذقتها، ثم لن تصيبك موتة بعدها أبدا. ثم خرج إلى المسلمين فلقيه عمر وقال له: يا أبا بكر، قد نافق الناس يزعمون أن رسول الله قد مات. فقال له أبو بكر: على رسلك يا عمر. ثم أتى المنبر فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم جاء للمهاجرين نبأ عظيم، وهو أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فجاء رجل من الأنصار يدعى سعدا لعمر بن الخطاب فقال: أدركوا الناس يا عمر، لا تذهلنكم المصيبة عن صلاح أمر المسلمين. فقال عمر: ويحك قل. فقال سعد: قد اجتمع الأنصار بأسيادهم في سقيفة بني ساعدة، ينظرون في من يأمرون منهم على المسلمين ليخلف رسول الله في الناس، وأحسبهم قد اجتمع رأيهم على سعد بن عبادة. فأرسل عمر إلى أبي بكر في بيت عائشة أن أخرج إلينا، فأجاب أبو بكر رسول عمر: إني منشغل. فرد عمر رسوله يقول لأبي بكر: إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره. فلما أن حضر أبو بكر قال له عمر: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة، وأحسنهم مقالة من يقول: منا أمير ومن قريش أمير، الله الله في الإسلام يا صاحب رسول الله. ولم يتردد أبو بكر حين سمع ذلك، ومضى مع عمر مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة. ولما بلغ الثلاثة السقيفة دهش الأنصار حين رأوهم فأمسكوا عن القول، وقد حصلت حينئذ سجالات بين كل فريق. فنهض أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وذكر رسول الله وما جاء به من رسالة التوحيد، ثم قال: عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم،
فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له. وأنتم يا معشر الأنصار من منا ينكر فضلكم في الدين وسابقتكم العظيمة في الإسلام؟ رضيكم الله أنصارا لدينه ولرسوله وجعل إليكم هجرته. يا أيها الناس، نحن المهاجرين أول الناس إسلاما وأوسطهم دارا وأمسهم رحما برسول الله، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين. ولقد سمعت رسول الله يقول: الأئمة من قريش. ثم قال لهم: بايعوا أحد هذين الرجلين، ويقصد عمر أو أبو عبيدة. فقال عمر: والله لا نبايع إلا أنت. أيها الناس، ألا تشهدون أيها الناس أن رسول الله أمر أبا بكر أن يؤم الناس بالصلاة؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الناس: معاذ الله أن نتقدم أبا بكر. واستقر رأي الصحابة على أحقية أبو بكر بخلافة المسلمين، وتمت البيعة وسميت بيعة السقيفة. وفي اليوم التالي بايعه الناس في المسجد وسميت البيعة العامة. ثم خطب أبو بكر بالناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رضي الله عن خليفة رسول الله أبو بكر الصديق، وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.